السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أبطال سنة أولى؟ أهلا بيكم في فيديو جديد من سلسلة فيديوهات شرح مادة العلوم للصف الأول الإعدادي على قناة حكايات علوم. وإن شاء الله هنشرح مع بعض النهاردة الدرس الثاني من الوحدة الثالثة بعنوان الصفات الوراثية والطفرات، وإزاي الكائن الحي بيجمع صفات مشتركة من الأبوين، وهنفهم كمان يعني إيه طفرة وأسباب حدوثها. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش إن زكاة العلم نشره، فما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير على قناة حكايات علوم على اليوتيوب. ولو عاوزين تحبوا العلوم أكتر ما تنسوش تعملوا فولو على قناة حكايات علوم على الفيسبوك. ولو كنت أول مرة تشوفوني، أنا دكتورة هند وحيد بقدم محتوى تعليمي يحببكم في العلوم، ولو عايزين تشوفوا بقية الفيديوهات هتلاقوها كلها في قائمة التشغيل. ويلا بينا نبدأ. طبعا كلنا عارفين إن كل الكائنات الحية ليها مجموعة من الصفات اللي بتميزها عن غيرها، سواء كان الكائن الحي ده نبات أو حيوان أو طيور. يعني مثلا في النباتات مش هتلاقي ثمرة البرتقال زي ثمرة الليمون، لأ، في صفات بتميزهم عن بعض. وكذلك مثلا نبات البسلة هتلاقي جوه نبات البسلة نفسه في أنواع كتير منه، في نبات بسلة قرونه طويلة، وفي نبات بسلة قرونه قصيرة، وفي رفيع، وفي تخين. يعني جوه النوع الواحد بتلاقي صفات مختلفة. وكذلك بقى في كل الكائنات الحية، يعني مش النباتات بس، سواء كان في الإنسان سواء في الحيوان. يعني مثلا في الإنسان تلاقي الطويل وتلاقي القصير، تلاقي التخين وتلاقي الرفيع، تلاقي شخص عيونه ملونة، تلاقي شخص عيونه سمرة. فاحنا في صفات كتير بتميزنا عن بعض. يبقى كل الكائنات الحية ليها مجموعة من الصفات. العلماء بقى صنفوا الصفات دي لثلاث أنواع: صفات وراثية، وصفات مكتسبة، وصفات غريزية. أول صفة اللي هي الصفات الوراثية بيقولك هي صفات تنتقل من الآباء إلى الأبناء بدون تعلم. يعني إيه تنتقل من الآباء إلى الأبناء بدون تعلم؟ يعني الطفل بيتولد بيها، مش بيتعلمها وهو بيكبر واحدة واحدة كده، لا، هو بيتولد بتكون الصفة دي موجودة فيه. يعني مثلا تلاقي الطفل اتولد بلون عيون خضراء، ورثها مثلا من بابا، ورثها من جده، يبقى الصفات دي اسمها صفات وراثية، صفات اتولد بيها ما تعلمهاش ولا اكتسبها. لا، صفات وراثية، صفات ورثها من أهله. يعني مثلا طفل اتولد شعره أسود أو شعره بني، ورث الصفة دي مثلا عن جدته، يبقى دي اسمها صفة وراثية، صفة اتولد بيها، مش صفة اكتسبها من الوسط المحيط، مش صفة اتعلمها حد علمها له، لا، هو الصفة دي داخلة في تركيبه، جزء من تركيبه، هو مولود بيه. طفل اتولد بعيون زرقاء أو عيون سودة، أو مثلا الطفل ده طويل القامة، يعني مثلا الطفل لما كبر بقى طويل، أو طفل مثلا فضل قصير، يبقى دي كلها صفات وراثية بيورثها من الآباء. يبقى هي صفات تنتقل من الآباء إلى الأبناء بدون تعلم، مش بيتعلمها، زي مثلا لون الشعر، لون العين، الطول، قصر القامة. أو مثلا إن الزرافة بتتولد برقبة طويلة، هل الزرافة مثلا بتبدأ تطول رقبتها لما تتولد كده وبتبدأ تتعلم ازاي تطول رقبتها، ولا هي اصلا بتتولد برقبة طويلة؟ هي بتتولد برقبة طويلة، يبقى دي صفة وراثية. يعني مثلا طول، يبقى طول رقبة الزرافة دي من الصفات الوراثية. مثلا الفيل بطبيعة جسمه ان هو ضخم، يبقى ضخامة جسم الفيل دي برضو من الصفات الوراثية. يبقى اي صفة جاية جزء من تركيب الكائن الحي يبقى دي اسمها صفة وراثية، يبقى هو صفة بيتولد بيها، مش بيتعلمها ولا حد بيعرفها له، لا، هو مولود كده، دي طبيعة جسمه، يبقى دي صفات وراثية. تاني نوع من الصفات هو الصفات المكتسبة. يعني ايه صفات مكتسبة بقى؟ من اسمها مكتسبة، يعني بيكتسبها من الوسط المحيط، بيكتسبها من البيئة اللي موجودة حواليه بالتعلم، يعني حاجة بيتعلمها من أهله أو مثلا من الناس اللي حواليه. زي مثلا انت بتتعلم الكتابة، بتتعلم لغة جديدة، بتتعلم ازاي تنط، بتتعلم المشي، بتتعلم طلوع السلالم. كل دي صفات مكتسبة انت بتكتسبها من البيئة اللي حواليك، مش بتنتقل، انت مش بتتولد بتتكلم انجليزي، لا، انت بتتعلم ازاي تتكلم انجليزي، يبقى دي اسمها صفة مكتسبة، بتكتسب لغة جديدة من الوسط المحيط. انك تتكلم مثلا لغة عربية، انت مش بتتولد بتتكلم، لا، اهلك هم اللي بيعلموك، او مثلا المعلمة بتاعتك هي اللي بتبدأ تعلمك ازاي تتكلم لغة عربية. يبقى تعلم اللغات او الدراسة او الكتابة او المشي حتى، يعني مثلا الطفل مش بيتولد بيمشي، لا، بيبدأوا يعلموه واحدة واحدة ازاي يمشي. يبقى انك تعلم الاطفال المشي دي مش صفات وراثية، هو مش مولود بيمشي، لا، انت بتعلمه ازاي يمشي، يبقى دي اسمها صفات مكتسبة من البيئة المحيطة،
بالتعلم، يعني الطفل أو الكائن الحي بيتعلمها. يبقى عشان الكائن الحي يبقى عنده صفات مكتسبة لازم يكون اكتسبها من البيئة المحيطة بيه. مفيش طفل هيكتب ويتعلم الكتابة إلا إذا في حد علمها له، ولا في طفل هيتكلم مثلا باللغة الإنجليزية إلا إذا كان الوسط المحيط بيه بيتكلم إنجليزي أو حد بدأ يعلمه اللغة الإنجليزية. يبقى دي صفات الكائن الحي بيتعلمها. زي مثلا تلاقي الدولفين اللي بيبقى موجود في البحر، تلاقي ناس كده بدأت تاخده في حمام سباحة وبدأت تعلمه ازاي يلعب بالكرة، او ازاي يسلم على الناس، او ازاي يضحك مع الناس مثلا، او يلعب معاهم. فدي كلها صفات مكتسبة، الدولفين اكتسبها بالتعلم، ان في كائن حي علمها له. يعني الدولفين مش هيلعب بالكرة مع الأطفال كده إلا إذا في حد دربه على ده. يبقى دي صفات مكتسبة الدولفين اكتسبها من الوسط المحيط بيه. ندخل بقى على نوع ثالث من الصفات وهو الصفات الغريزية. يعني ايه صفات غريزية؟ صفات من فطرة الكائن الحي، فطرة في الكائن الحي، الكائن الحي أخدها من أهله. يعني الصفات دي انتقلت من الآباء إلى الأبناء بس من غير تعلم. يبقى الشرط الفرق بين الصفات المكتسبة والغير مكتسبة، المكتسبة مش بتنتقل من الآباء إلى الأبناء، لا هو بيتعلمها من أي كائن حي حواليه. لكن الصفات الغريزية هي دي فطرته، الصفة دي اكتسبها من الآباء بس من غير تعلم. يعني مثلا لو جبت عنكبوت ومجرد ما اتولد كده انت حطيت العنكبوت ده في مكان مغلق، والعنكبوت ده هتلاقيه تلقائي من غير ما يشوف حد حواليه ولا يشوف بقية العناكب بتعمل ايه، هتلاقيه تلقائي بدأ ينسج الخيوط بتاعته، هتلاقيه بدأ ينسج الشبكة العنكبوتية بتاعته، ومفيش حد علمها له، بس دي فطرة فيه ان هو يعمل كده. دي فطرة العنكبوت او غريزته ان هو ينسج خيوط. لو جبت مثلا دجاجة وبدأت الدجاجة دي تبيض، هتلاقي الدجاجة بعد فترة من الزمن أو عند فترة معينة كده هتلاقي الدجاجة دي بدأت ترقد على البيض. هي ما شافتش دجاج قبل كده بيرقد، بس هي بمجرد ما لقت بيض قدامها وهي في فترة معينة هترقد على البيض ده من غير ما حد يعلمها. يبقى هي دي الصفة يعني اتنقلت من الآباء إلى الأبناء بس من غير تعلم، هي مش محتاجة تتعلم الصفة دي. تلاقي مثلا القنفذ، لو تعرفين كائن القنفذ هوريكم صورته كمان شويه، تلاقيه لو لقى حبه بندق قدامه، حبه البندق دي بتكون جامده صعبه الكسر، تلاقيه هو بفطرته بمجرد ما يلاقيها قدامه تلاقيه عمال يكسر فيها كده ويفتحها وياكل اللي جواها. هو كده دي غريزته وفطرته. يبقى عندنا 3 انواع من الصفات اللي الكائنات الحي بتتميز بيها. اول صفه معانا هي الصفات الوراثيه، قلنا زي مثلا لون الشعر، تلاقي طفل مولود بلون شعر بني وتلاقي اخوه بلون شعر اسود، الاتنين مختلفين عن بعض، ما هما الاتنين اخوات، بس ده مثلا ورث اللون الشعر الاسود من باباه، ومثلا الطفل التاني ورث اللون الشعر البني من مامته. تاني صفة معانا هي صفة لون العين، يبقى لون الشعر أو لون العين أو لون البشرة أو مثلا الرقبة الطويلة في الزرافة، كل دي اسمها صفات وراثية، بيبقى الكائن الحي مولود بيها بفطرته. يعني تلاقي الطفل مولود بعين زرقاء أو عين خضراء أو عين سوداء، وسواء بقى ورثها من باباه ورثها من مامته ورثها من جده، يبقى طالما الصفة دي جزء من تركيب الكائن الحي يبقى اسمها صفة وراثية. في طفل مثلا بيتولد ببشرة بيضة، في طفل بيتولد ببشرة قمحي، في درجات مختلفة من البشرة، دي صفات وراثية ورثها مثلا من جده جدته مامته باباه، ورثها من عمه، يبقى دي كلها صفات جزء من تركيب الكائن الحي، يبقى دي اسمها صفات وراثية. الزرافة مولودة برقبتها الطويلة، هي مش قعدنا هنشد في الرقبة كده عشان تطول، ولا قعدنا نعلمها ازاي تطول في رقبتها، لا هي مولودة برقبة طويلة، يبقى دي اسمها صفات وراثية. السلحفة بيكون الهيكل بتاعها صلب، مولودة بالهيكل ده، طبيعة جسمها ان هو يكون عنده هيكل صلب، يبقى دي صفة من الصفات الوراثية. تلاقي جسم الفيل ضخم، هو مولود بضخام، مولود طبيعة جسمه ان هو يكون ضخم، يبقى دي صفة برضو وراثية. يبقى اي صفة داخلة في تركيب الكائن الحي، تركيب جسم الكائن الحي، يبقى دي اسمها صفات وراثية. هي صفات تنتقل من الآباء إلى الأبناء بدون تعلم. أنا مش بتعلم إزاي أطول رقبة الزرافة مش بتتعلم من مثلا مامتها إزاي تطول رقبتها، لا هي مولودة برقبة طويلة. ولا السلحفة مثلا بتتعلم إزاي تعمل هيكل صلب، لا هو أصلا الهيكل الصلب ده كده كده عندها، يبقى دي صفات وراثية. تاني صفة معانا هي الصفات المكتسبة، صفات بنتعلمها، هي صفات مش بتنتقل من الآباء إلى الأبناء، لا هي صفات مكتسبة من البيئة المحيطة، بس الكائن الحي ده بيتعلمها.
يعني هو بيشوف كائن حي تاني بيعملها قدامه وبيتصرف زيه، أو في حد مثلا بيعلمها له. زي مثلا قلتلك إنك بتتعلم لغة جديدة، أنت مش هتتولد بتتكلم إنجليزي، لأ في حد بيعلمك إزاي تتكلم إنجليزي، أو أنت أصلا مولود في بيئة بتتكلم باللغة دي فتلقائي هتتكلم زيهم. زي مثلا طفل بيتعلم المشي، أهله هما اللي بيعلموه إزاي يمشي، بيبدأوا يمسكوا إيديه ويعلموه واحدة واحدة على حسب سن الطفل ده. يبقى تعلم المشي أو تعلم لغة جديدة أو الكتابة، كل دي اسمها صفات مكتسبة. إني بعلم الدولفين إزاي يلعب بالكرة، أو إزاي يسلم مثلا على الأطفال، أو إزاي يلعب معاهم ويلعبهم، كل دي صفات مكتسبة. الدولفين مش مولود بيعرف يسلم على الأطفال، أو مش مولود بيلعب بالكرة ويحدفها ويقعد يتنطط في حمام السباحة وكده، لأ هو دي صفة اتعلمها مثلا من المدرب بتاعه، في مدرب بيدرب الدولفين أو الكائنات حية معينة كده على مجموعة من الصفات، إن هم يلعبوا الأطفال، يسلموا عليهم، يلعبوا في حمام السباحة، كل دي صفات مكتسبة. يبقى الصفات المكتسبة هي صفات يكتسبها الكائن الحي من البيئة المحيطة بالتعلم، ولا تنتقل من الآباء للأبناء. الصفة دي مش بيورثها ولا بتتنقله من أهله، لا هو بيتعلمها من البيئة المحيطة بيه. زي ما قلتلك الدولفين بيتعلم ازاي يلاعب الأطفال أو ازاي يسلم عليهم، كل دي صفات بيتعلمها. انك تتعلم لغة جديدة، تعلم تكتب بطريقة معينة، انك تعلم طفل يمشي، تعلمه ينط، انك تتعلم تنط الحبل، كل دي صفات مكتسبة. انك تلعب مثلا شطرنج، تلعب جمباز، كل دي حاجات انت بتتعلمها، مش بتبقى مولود بالصفة دي. تالت وآخر نوع من الصفات اللي بتميز أي كائن حي عن الكائنات الحية التانية هي صفات غريزية. يعني صفة الكائن الحي اتنقلت له، الصفة دي اتنقلت من الآباء للأبناء بس من غير ما يتعلمها، هي فطرته إن هو يتصرف التصرف ده. يعني مثلا العنكبوت، زي ما قلت لك ان العنكبوت فطرة فيه ان هو ينسج خيوط، مش محتاج يتعلم من اهله، مش محتاج يتعلم من العناكب التانية ازاي ينسج الخيط، لا هي فطرة فيه ان هو ينسج الخيط. بمجرد ما تحطه في اي مكان كده لوحده، مش شرط ان هو يشوف عناكب تانية نسجت خيوط، لا لو حطيته في اوضة مقفولة هتلاقي فطرة فيه، غريزة فيه ان هو ينسج خيوط. مثلا الدجاج صفة الركض، عنده صفة الركض ان هو يرقد على البيض في فترة معينة. لو جبت دجاجة وسبت قدامها شوية بيض، هي هيجي عليها فترة معينة هتحتاج ترقد على البيض ده، هي مش محتاجة تشوف دجاج تاني رقد، لا هي دي فطرة فيها ان هي تركض. وكذلك القنفذ، هي فطرته ان هو يكسر حباية البندق عشان ياكل اللي جواه، مش محتاج يتعلم من ابوه ومامته ان هو يكسر حباية البندق دي ازاي، هي فطرة فيه ان هو يكسرها علشان ياكل اللي جواه. يبقى مش محتاج يتعلم الصفة دي من الابوين، لا هي صفة غريزية، صفة فطرته ان هو يكسر حباية البندق. يبقى الصفات الغريزية هي صفات تنتقل من الآباء إلى الأبناء بدون تعلم، هي صفة غريزية، فطرة الكائن الحي إن هو يتصرف كده، فطرة العنكبوت إن هو ينسج خيوط، فطرة الدجاج إن هو يركض على البيض، فطرة القنفذ إن هو يكسر حباية البندق. يبقى دي كلها صفات فطرية أو صفات غريزية، فطرته إن هو يتصرف كده. يبقى صفات غريزية تنتقل من الآباء إلى الأبناء بدون تعلم. يبقى احنا عندنا 3 أنواع من الصفات، أول حاجة صفة وراثية، تاني حاجة صفة مكتسبة، تالت حاجة صفة غريزية. الوراثية بيورثها من أهله زي لون عينه لون شعره، لكن المكتسبة بيتعلمها من البيئة المحيطة. أما الغريزية هي فطرته إن هو يتصرف التصرف ده. يلا بينا بقى ندخل على جزء مهم قوي اللي احنا هنبني عليه أساس فهمنا لعلم الوراثة. يبقى الجزء اللي احنا هنشرحه دلوقتي هو أساس علم الوراثة، هو الأساس اللي انت هتبني عليه فهمك لباقي علم الوراثة. وطالما هنتكلم عن علم الوراثة لازم نتكلم الأول عن التكاثر. وطبعا كلنا عارفين إن كل الكائنات الحية ليها مجموعة من العمليات الحيوية اللي بتساعدها إنها تستمر على قيد الحياة، زي مثلا الحركة، التنفس، التغذية، الإخراج. التكاثر يبقى عمليات حيوية، احنا قلنا عمليات حيوية يعني اللي بيقوم بيها هو الكائن الحي، وهي مهمة لاستمرار بقائه على قيد الحياة. يبقى عمليات حيوية يبقى عملية بيقوم بها الكائن الحي عشان يفضل موجود على قيد الحياة، زي مثلا التنفس، الحركة، التغذية، الإخراج، التكاثر. التكاثر عملية حيوية مهمة لضمان بقاء النوع، لكن الكائن الحي لو ما عملش التكاثر هو مش هيموت، بس
هيأثر على أعداد النوع الواحد. ولو كل الكائنات الحية اللي موجودة داخل النوع الواحد توقفت عن التكاثر، الكائن الحي ده هينقرض، لأنه هيموت واحد ورا التاني، فبالتالي مفيش كائنات بتتكاثر، فبالتالي العدد هيبدأ يقل لحد ما ينقرض خالص. يبقى التكاثر ده عملية حيوية مهمة لضمان بقاء النوع. يبقى أهمية التكاثر هي عملية حيوية مهمة لضمان استمرار بقاء النوع. والهدف أصلا من عملية التكاثر هو إنتاج أفراد جديدة تشبه الآباء. يعني التكاثر ده هو عملية تزاوج، ذكر بيتزاوج مع أنثى عشان يدوك فرد جديد يشبه الأصل، يشبه الآباء. يعني أنا دلوقتي بطلع أفراد تشبه الآباء. طب يا ترى هي طلعت شبههم ليه؟ طالما قلت تشبه الآباء أو تشبه الأصل، يعني ده معناه إن فيها صفات تشبه الأبوين. يعني مثلا الطفل ده اتولد فيه شبه من مامته وفيه شبه من باباه. طب هو ازاي طلع بالميكس الغريب ده؟ طلع بالميكس ده ازاي بيجمع صفات من باباه وصفات من مامته كده؟ طالما احنا جبنا سيرة تشبه الآباء أو تشبه الأصل، يبقى ده معناه كلمة صفات وراثية. يعني صفة ورثها من باباه، هو ورث لون العين من باباه، ورث كثافة الشعر من مامته، يبقى هي دي صفات وراثية. طب الصفات الوراثية دي جات له منين؟ جات له عن طريق حاجة اسمها المادة الوراثية. في مادة اتنقلت من باباه ومامته ليه، خلته يطلع شبههم، خلته ياخد لون العين من باباه، خلته ياخد كثافة الشعر من مامته، خلته ياخد لون البشرة مثلا من جده أبو مامته. يبقى الصفات الوراثية دي بتتنقل للابن من الآباء عن طريق حاجة اسمها إيه؟ المادة الوراثية. المادة الوراثية دي سموها العلماء باسم الكروموسومات. يبقى الصفات الوراثية اللي موجودة في الابن أو الفرد الناتج جات له منين؟ جات له عن طريق المادة الوراثية اللي اتنقلت له من الآباء. المادة الوراثية دي اسمها الكروموسومات. طب يعني إيه مفهوم الكروموسومات أصلا؟ بيقولك هو عبارة عن أجسام خيطية، عبارة عن خيوط، أجسام خيطية الشكل تشكل المادة الوراثية للكائنات الحية. طب الأجسام الخيطية دي مكانها فين؟ مكانها جوه النواة. يبقى الكروموسومات دي المكان بتاعها جوه النواة. واحنا عرفنا قبل كده ان النواة هي المسؤولة عن انقسام الخلية، وعرفنا قبل كده ان انقسام الخلية ده هو اساس إتمام عملية التكاثر. يعني عشان عملية التكاثر تتم لازم يحصل انقسام للخلية. ومين اللي مسؤول عن انقسام الخلية؟ النواة. طب اشمعنى النواة؟ عشان النواة دي معلومة جديدة بقى اللي هنعرفها دلوقتي، عشان النواة هي اللي بتحتوي على المادة الوراثية. طب المادة الوراثية دي اسمها ايه؟ اسمها الكروموسومات. طب شكلها ايه الكروموسومات دي؟ عاملة ازاي؟ عبارة عن أجسام خيطية الشكل، عبارة عن أجسام خيطية الشكل تشكل المادة الوراثية للكائنات الحية. موجودة فين؟ موجودة جوه النواة في حقيقيات النواة. زي الإنسان ده من حقيقيات نواة، يبقى الكروموسومات بتاعته جوه النواة. طب في أوليات النواة هتبقى موجودة فين؟ هتبقى موجودة جوه السيتوبلازم. يبقى الكروموسومات دي يا إما جوه النواة في حقيقيات النواة أو في السيتوبلازم في أوليات النواة. يبقى النواة هي المسؤولة عن انقسام الخلية، وهي انقسام الخلية ده ضروري عشان عملية التكاثر تتم. طب اشمعنى النواة هي المسؤولة عن انقسام الخلية؟ لأن النواة تحمل المادة الوراثية اللي هي الكروموسومات. طب الكروموسومات دي شكلها ايه؟ وموجودة فين؟ شكلها ايه؟ شكلها عبارة عن أجسام خيطية الشكل، عبارة عن زي علامة الإكس كده، كأنها عبارة عن علامة الإكس، خطين مرتبطين ببعض عاملين مع بعض شكل إكس، مرتبطين مع بعض من نقطة في المركز كده اللي هي الدايرة دي، هم مرتبطين مع بعض في النقطة دي عاملين شكل إكس، دي اسمه الكروموسوم. يبقى الكروموسوم عبارة عن كأنهم خيطين كده ارتبطوا مع بعض من نقطة في المركز كده عملوا شكل الإكس. موجودة فين الكروموسومات دي؟ جوه النواة في حقيقيات النواة أو في السيتوبلازم في أوليات النواة. وهي موجودة في السيتوبلازم عشان هي ملهاش غلاف نووي يحيط بيها. في حقيقيات النواة هي موجودة جوه النواة محاطة بالغلاف النووي، لكن هي في أوليات النواة هي مفيش غلاف نووي أصلا. يبقى هي هتكون تسبح في السيتوبلازم. يبقى الكروموسومات أو المادة الوراثية تسبح في السيتوبلازم. طب الكروموسومات دي هو كروموسوم واحد بس كده جوه النواة ولا أعداد؟ جوه جسم الإنسان كل خلايا كتير، ملايين من الخلايا، كل خلية جواها نواة، وكل نواة جواها 46 كروموسوم. هل ال46 كروموسوم دي موجودة في كل الكائنات الحية؟ لأ، ال46 كروموسوم دي خاصة بالإنسان فقط. كل نوع من أنواع الكائنات الحية ليه عدد كروموسومات معين جوه النواة بتاعته، أو
جوه السيتوبلازم سواء في اوليات النواه مثلا. يبقى كل كائن حي ليه كروموسومات بعدد معين. انت كانسان ليك 46 كروموسوم جوه كل نواه، مش 46 كروموسوم في جسمك كلهم، لا، جوه كل نواه في 46 كروموسوم. يبقى الكروموسومات دي عباره عن ايه؟ اجسام خيطيه تشكل الماده الوراثيه. يبقى احنا عرفنا ان جسم الكائن الحي جواه خلايا، والخلايا جواها نواه، والنواه جواها كروموسومات. احنا بقى عايزين نعرف دلوقتي الكروموسومات دي جواها ايه، بتتكون من ايه. هنعرف حاجتين دلوقتي، ليها تركيبين، تركيب عام وتركيب كيميائي. يعني ايه تركيب عام؟ يعني الشكل الظاهري بتاعها بيتكون من ايه. التركيب الكيميائي التركيب الداخلي بتاعها، تركيبها الكيميائي الداخلي. يبقى التركيب العام بتاعها الشكل الظاهري بتاعها بيتكون من ايه؟ عبارة عن خيطين، خيطين كده موجودين قدامك اسمهم ايه؟ كل واحد منهم اسمه كروماتيد. يبقى الكروموسوم بيتكون من كام كروماتيد؟ 2 كروماتيد مرتبطين مع بعض عاملين شكل الاكس. طب انا لو حطيت الخيطين مع بعض كده على بعض مش هيلزقوا ببعض، انا عايزه اربطهم بحاجه عشان يبقوا مرتبطين ببعض كده ولازقين في بعض، هربطهم بحاجه اسمها السنترومير. يبقى الكروموسوم بيتكون من كام كروماتيد؟ كام خيط؟ خيطين مرتبطين مع بعض بجزء اسمه السنترومير، انا ربطتهم ببعض كده من مركز اسمه السنترومير عشان يتربطوا مع بعض. يبقى الكروموسوم بيتكون من كروماتيدان مرتبطان معا من منطقة السنترومير. يبقى التركيب العام بتاعه عبارة عن خيطين من الكروماتيد، عبارة عن خيطين اسمهم الكروماتيدان مرتبطين مع بعض من مركز اسمه السنترومير عشان يربطهم ببعض. لكن الكروموسوم ده مش بيبقى موجود في الحالة الزوجية بتاعته اللي هو علامة الاكس دي على طول، مش بيبقى موجود جوه النواة بالشكل ده على طول اللي هو علامة اكس، لا، هو بيبقى موجود في الحالة المنفردة، بيبقى موجود على هيئة كروماتيد. المعلومة دي مش عليكم بس هتاخدوها بعد كده، ان هو بيكون في حالة كروماتيد جوه الخلية. بمجرد ما تحصل عملية الانقسام بيبدأ الكروماتيدان 2 كده يرتبطوا مع بعض من منطقة السنترومير عشان يكونوا الكروموسوم. يبقى جوه الخلية مش في حالة انقسام هتلاقي كروماتيدات جوه النواة، لكن بمجرد ما الخلية يحصل لها عملية انقسام هتلاقي الكروماتيدات دي بدأت تتحد مع بعضها مكونة الكروموسومات. هتتحد منين؟ هتتحد من نقطة اسمها السنترومير. يبقى السنترومير دي هي نقطة اتصال كروماتيدي الكروموسوم معا، هي نقطة اتصال كروماتيدي الكروموسوم معا. يبقى ده تركيب العام بتاع الكروموسوم. الشكل الظاهري بتاعه عامل ازاي؟ عبارة عن كروماتيدان يتصلان معا بنقطة اسمها ايه؟ نقطة السنترومير. يعني ايه السنترومير؟ هو نقطة اتصال الكروماتيدي الكروموسوم معا. ندخل بقى على التركيب الكيميائي بتاع الكروموسوم. احنا عرفنا ان الكروموسوم بيتكون من كروماتيدان، ناخد بقى كروماتيد منهم ونشوف الكروماتيد ده بيتكون من ايه. هنلاقيه بيتكون من حاجة بسيطة اسمها حمض نووي. الحمض النووي ده مش زي الاحماض اللي زي H2SO4 اللي احنا خدناها في جزء الاحماض والاملاح، لا، مختلف عنها. يبقى الكروموسوم هناخد كروماتيد كده، هنشوف الكروماتيد ده بيتكون من ايه. هنلاقيه بيتكون من حاجه بسيطه جدا اسمها حمض نووي، بنعبر عنه باسم ايه؟ DNA. اكيد سمعتوا المصطلح ده كتير. يبقى الكروماتيد او الكروموسوم بيتكون من حاجه اصغر منه اسمها الحمض النووي DNA. الحمض النووي ده هتلاقيه ملفوف حول نوع من البروتينات. يعني الحمض النووي ده عامل زي شريط مغزلي، عامل زي شريط كده ملفوف زي السوستة بتاعت القلم، هو زيه كده، هتلاقيه عامل زي سوستة القلم كده، وسوستة القلم دي محشية جواها ببروتين اسمه بروتين الهستون. عشان ايه؟ عشان يدعموا كده، يعني المعلومة دي مش بس كأنه يعني يعتبروا عشان دعم يعني. يبقى DNA ده عبارة عن شريط زي سوستة القلم كده محشي من جوه ببروتين اسمه بروتين الهستون. يبقى احنا عرفنا ان كل حاجة بتتكون من حاجة اصغر منها. الخلية جواها نواة، النواة جواها كروموسومات، الكروموسومات بتتكون من كروماتيدات، الكروماتيدات هناخد كروماتيد نشوف بيتكون من ايه، هنلاقيه بيتكون من حمض نووي اسمه DNA. والDNA ده جواه ملفوف حواليه، يعني DNA ملفوف حول بروتين اسمه بروتين الهستون. يبقى الشريط اللي قدامك ده الشريطين عبارة عن شريطين مغزلين كده لفينهم بشكل حلزوني. خدنا الشريطين دول لفيناهم بشكل حلزوني كده عملوا معانا DNA. عبارة عن شريطين اسمه حمض نووي DNA. يبقى DNA عبارة عن شريطين ملفوفين بشكل حلزوني أو لولبي. يبقى DNA ده اسمه اللولب المزدوج، يعني شريط كده شريط مزدوج يعني 2، يعني شريطين كده. خدنا الشريطين دول لفيناهم ودخلنا جواه بروتين اسمه بروتين الهستون، عمل لنا حمض نووي اسمه DNA.
يبقى دلوقتي الكروموسوم التركيب الكيميائي بتاعه، او لو قالك الكروموسوم بيتكون من نقط ونقط هتقوله بيتكون من حمض نووي DNA وبروتين الهستون. والكروموسوم ده زي ما قلنا هو المادة الوراثية، هي اللي هيتنقل من الآباء للأبناء وهيدي صفات للأبناء من الآباء، يعني هو اللي هينقل صفة لون العين من الأب والأم مثلا للابن. يبقى الكروموسوم ده وظيفته إن هو بينقل الصفات من الآباء للأبناء. ولو خدنا جزء بقى من DNA ده، خدنا جزء مثلا بسيط كده منه هنسميه اسمه جين، خدنا الجزء اللي تحته بقى اسمه جين تاني خالص. يعني ايه؟ هنعرف يعني ايه جين دلوقتي. يبقى جزء واحد كده من شريط DNA هنسميه اسم الجين. طب بالنسبة كده لو جيت تبص هتلاقي بين الشريطين سلالم ملونة كده عاملة زي درجات السلم، هناخد نص سلمة. يعني مثلا هتلاقي السلمة كده عبارة عن نصين، نص أصفر ونص أحمر، وهتلاقي السلمة اللي تحتها نص أخضر ونص أزرق. احنا بقى هناخد نص سلمة واحدة، يعني هناخد الجزء الأصفر ده هنسميه كروماتيدة. يبقى كل جزء بيتكون من أجزاء أصغر منه. احنا عرفنا الخلية جواها نواة، والنواة جواها كروموسومات، والكروموسومات بتتكون من كروماتيدين متصلين بنقطة السنترومير. خدنا الكروماتيد عشان نشوف جواه ايه، لقينا جواه حمض نووي وملفوف حول بروتين اسمه الهستون. هناخد بقى الحمض النووي ده عشان نشوف بيتكون من ايه، هنلاقيه بيتكون من شريطين ملفوفين على بشكل حلزوني، والشريطين دول مرتبطين مع بعض بدرجات كده بينهم عاملة زي السلالم ليها اسم برضو. احنا بقى هناخد جزء من الشريطين دول او جزء من الشريط واحد مثلا، يبقى هنسميه اسم الجين. يعني ايه الجين؟ يبقى الجين ده بيتكون من مجموعة من درجات السلم. يبقى الجين ده عبارة عن شوية درجات سلم من الدرجات اللي موجودة على شريط DNA. طب الجين ده وظيفته ايه؟ بيعمل ايه؟ الجين ده بيتنقل برضو من الاب للام، من الاب للابن، او من الابوين للابناء. الجين ده بقى هو اللي بيظهر الصفات الوراثية اللي احنا خدناها من الاهل. يعني مثلا انت اخدت من باباك صفة لون العين الازرق، الجين ده بقى هو اللي مسؤول ان هو يخلي لون عينك زرقاء. هتلاقي تحت الجين ده جين مختلف عنه خالص، مسؤول ان هو يخلي لون شعرك اسود زي مامتك. يبقى شريط DNA ده مليان بآلاف من الجينات وملايين من الجينات، كل جين منهم مسؤول عن إظهار صفة معينة انت ورثتها من أهلك. أو مثلا هتلاقي جين مسؤول عن إظهار صفة لون البشرة البيضاء. هتقولي ما أنا بابا وماما مش لونهم بشرة بيضاء، هتلاقي مثلا جدك كان بشرته بيضاء، هتلاقي جدك كان بشرته بيضاء. يبقى الجين ده مش بتاخده، مش شرط إن هو يكون ظاهر في الأبوين، الصفة دي تكون ظاهرة على الأبوين، لا، ممكن الجين ده تكون أنت ورثته من جدك، ممكن تكون ورثته من أيام الفراعنة أصلا. يبقى الجينات دي متوارثة على مر الزمن، أنت بتورث الجينات دي من أجدادك. يبقى كل جين مسؤول عن إظهار صفة وراثية معينة، والجين ده زي ما قلت لك كده إن هو عبارة عن مجموعة من الدرجات السلم اللي بتبقى موجودة في شريط DNA، وكل جين مسؤول عن إظهار صفة وراثية معينة مختلفة عن الجين اللي تحته. كل جين مختلف عن الجين اللي تحته، وكل جين منهم مسؤول عن إظهار صفة وراثية مختلفة نهائي عن الجين التاني. وأي خلل في الجين ده بيسبب حدوث بقى مشاكل كتير جدا هنعرفها كمان شوية. يبقى الجين ده لو حصل فيه أي خلل بيسبب خلل برضو في الصفة الوراثية. يبقى الجين ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن جزء من الشريطين اللي بتوع DNA، أو جزء من شريط واحد. يبقى إما هو جزء من الشريطين أو جزء من شريط واحد. طب وظيفة الجين ده إيه؟ وظيفته إظهار الصفات الوراثية، بيعمل شغل كده في جسمك هنعرفه كمان شوية، بيعمل شوية حاجات في جسمك كده يأثر على الصفة الوراثية دي يخليها تظهر عليك. بيخلي مثلا لون شعرك أسود، بيعمل شوية شغل جوه جسمك يخلي لون شعرك أسود. يبقى تاني الكروموسوم، لو الكروموسوم ده هنفترض ان هو عبارة عن كتاب، الكتاب ده هيكون متسجل عليه ايه؟ هيكون متسجل فيه كل الصفات الوراثية اللي انت ورثتها من باباك ومامتك. طب مين بقى هيحدد الصفة الوراثية اللي هتظهر؟ انت مثلا مامتك كان لون عيونها بني، ولون عيون باباك لون اسود، انت هتاخد اللون البني من مامتك، وهتاخد اللون الاسود من باباك. طب انت عيونك هتطلع انهي لون؟ في لونين كده جوه جسمك،
في صفتين، صفة لون العين البني وصفة لون العين الاسود. انت هيظهر عليك انهي لون؟ هيظهر عليك اللون اللي الصفة بتاعته اقوى. لو صفة اللون الاسود هي الاقوى هي اللي هتظهر، لو صفة اللون البني هي الاقوى يبقى هي اللي هتظهر. يبقى كأن بيحصل في حرب كده بين الصفتين، الصفة الاقوى هي اللي هتظهر عليك. طب مين اللي بيخلي الصفة دي تظهر عليك؟ مين اللي بيخلي لون الاسود هو اللي يظهر في عينك، او يخلي مثلا شعرك ناعم، او يخلي مثلا حجم الكلى كبير او صغير؟ ما هي كل دي صفات وراثيه، انت بتورث من باباك ومامتك كل الصفات الوراثيه، كل التراكيب اللي موجوده في جسمهم انت بتورثها منهم، سواء كان حجم الكلى، حجم الكبد، حجم القلب، حتى الامراض الوراثيه المزمنه برضو بتتوارث، ممكن تظهر عليك وممكن لا. اللي بيخلي الصفات دي تظهر هو الجين. الجين ده عبارة عن جزء من الدي ان ايه هو المسؤول عن اظهار الصفات الوراثية. لو الكروموسوم عبارة عن كتاب، هيبقى الكتاب ده متسجل فيه ايه؟ متسجل فيه الصفات الوراثية كلها. طب مين المسؤول عن اظهارها؟ اللي مسؤول عن اظهارها هو الجين. والجين ده عبارة عن ايه؟ هتلاقيه عبارة عن جزء من شريطين الدي ان ايه او جزء من شريط واحد. طب الجين ده هتلاقيه متكون كده من مجموعة من درجات السلم. احنا هناخد نص سلمة هنسميها النيوكليوتيدة. يبقى احنا هناخد نص سلمة هنسميها ايه؟ النيوكليوتيدة. وقلنا ان كل جين جواه درجات سلم بترتيب معين. يعني مثلا هتلاقي درجات السلم احمر واصفر، الدرجة اللي تحتها اصفر واحمر، الدرجة اللي تحتها اخضر وازرق. لو جيت بدلت درجات السلم دي ببعض، يعني مثلا خليت الاخضر والازرق فوق خالص ونزلت الاحمر والاصفر تحت، انت كده غيرت في ترتيب درجات السلم، يبقى الجين اتغير خالص، حصل في الجين خلل. هو ده الخلل اللي بقولك عليه. الجين الترتيب درجات السلم اللي جواه او ترتيب النيوكليوتيدات اللي موجوده فيه، احنا قلنا ان درجات السلم دي اسمها ايه؟ نيوكليوتيدات. جزء منها اسمه نيوكليوتيدة، مجموعها نيوكليوتيدات. لو غيرت ترتيب النيوكليوتيدات اللي موجوده جوه الجين ده هيحصل في الجين خلل، والصفه الوراثيه برضه هيحصل فيها خلل. يعني لو جين اللون العين الاسود حصل فيه خلل، هتلاقي الصفه الوراثيه بتاعت اللون العين الاسود دي حصل فيها هي كمان خلل. هتلاقي ممكن عينك دي حصل فيها مشكلة، اللون بتاع العين حصل فيه ما اتولدش طبيعي. يبقى اي خلل في ترتيب النيوكليوتيدات جوه الجين بيغير اصلا في الصفة الوراثية اللي هتظهر عليك، هيحصل فيها خلل. وقلنا ان نص السلمة اسمها نيوكليوتيدة. يبقى ده التركيب الكيميائي بتاع الكروموسوم. قلنا ان هو بيتكون الاول كده من كروماتيدان متصلين بنقطة السنترومير. هناخد بقى الكروماتيد نشوفه بيتكون من ايه. لقيناه عبارة عن حمض نووي عبارة عن لولب مزدوج او شريطين حلزونيين كده ملفوفين حول ايه؟ جواهم ملفوفين حول بروتين اسمه بروتين الهستون. طيب شريطين الدي ان ايه دول لقيناهم مربوطين بدرجات سلالم، سمينا النص سلمه، خدنا نص سلمه كده سميناها النيوكليوتيدات. وعرفنا ان كل مجموعه نيوكليوتيدات اسمهم جين، وان الدي ان ايه او الكروموسوم موجود فيه آلاف وملايين من الجينات، كل جين مسؤول عن اظهار صفه وراثيه معينه. يبقى الجين ده عباره عن ايه؟ عندك صوره قدامك اهو بيحدد لك شكل الجين. لا اما الجزء اللي عامل زي القمة ده اللي هو لونه الأورنج ده اسمه جين، أو القاع اللي هو اللون الأزرق اسمه جين، أو ممكن الجين أصلا يكون واخد الجزئين مع بعض، واخد السلم على بعضه، يبقى واخد السلم على بعضه، واخد الشريطين مع بعض بدرجات السلم اللي بينهم نسميهم جين. يبقى الجين ده لإما عبارة عن شريط واحد، جزء من شريط واحد، أو جزء من الشريطين مع بعض. وقلنا ان نص السلمة اسمها النيوكليوتيدة. يبقى الدي ان ايه عبارة عن شريطين ملفوفين مع بعض مرتبطين بينهم، بيربط بينهم نيوكليوتيدات كده عشان يمسك الشريطين ببعض. والشريطين دول جواهم بروتين اسمه بروتين الهستون. وعرفنا ان كل مجموعة من النيوكليوتيدات اسمهم جين، والجين ده هو اللي مسؤول عن إظهار صفة وراثية معينة. والشريط الدي ان ايه موجود عليه ملايين أو آلاف من الجينات، كل جين مسؤول عن إظهار صفة وراثية معينة، وكل جين مختلف تماما عن التاني في ترتيب النيوكليوتيدات بتاعته. وأي جين هيحصل فيه تغيير في ترتيب النيوكليوتيدات بتاعته هيحصل فيه ايه؟ خلل في إظهار الصفة الوراثية اللي مسؤول الجين عن إظهارها.
يبقى نعيد تاني عشان المصطلحات تقيلة شوية. عرفنا إن الكروموسومات هي المادة الوراثية اللي بتنتقل من الآباء للأبناء، هي المادة اللي بتحمل الصفات الوراثية. الكروموسومات دي بتتكون من ليها تركيب عام وتركيب كيميائي. التركيب العام بتاعها إن الكروموسوم بيتكون من خيطين اسمهم كروماتيدان متصلان معا بنقطة اسمها السنترومير. لكن التركيب الكيميائي بتاعها عبارة عن ايه؟ عبارة عن حمض نووي دي ان ايه ملفوف حول بروتين اسمه بروتين الهستون، والحمض النووي ده اسمه ايه؟ اسمه اللولب المزدوج. عبارة عن شريطين بيلتفوا مع بعض بشكل حلزوني وجواهم بروتين اسمه بروتين الهستون. هناخد جزء من الشريطين دول هنسميه اسم الجين، والجين ده هو اللي مسؤول عن إظهار الصفات الوراثية في الفرد الناتج. وقلنا إن الجين ده عبارة عن مجموعة من النيوكليوتيدات، عبارة عن شريطين بينهم مجموعة من النيوكليوتيدات، والنيوكليوتيدات دي عبارة عن إيه؟ النيوكليوتيدة الواحدة عبارة عن نص سلمة. هناخد شوية درجات سلالم هنسميهم باسم الجين. يبقى كده التركيب العام والتركيب الكيميائي بتاع الكروموسومات. هي مصطلحات تقيلة شوية بس مع التكرار هتثبت إن شاء الله. يبقى في حقيقيات النواة، الخلية جواها نواة، ولو جيت تبص كده هتلاقي النواة موجود جواها ايه؟ المادة الوراثية. المادة الوراثية دي اللي هي عبارة عن الكروموسومات. الكروموسومات دي عبارة عن ايه؟ بتتكون من حاجتين، حمض نووي وبروتين اسمه بروتين الهستون. طب الحمض النووي ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من آلاف وملايين من الجينات. طب الجين ده هتلاقي بيتكون من نيوكليوتيدات، هتلاقي الجين ده عبارة عن نيوكليوتيدات تحت بعضها، كل جين عبارة عن ترتيب من النيوكليوتيدات، والجين ده هو اللي مسؤول عن إظهار الصفات الوراثية في الفرد الناتج، لأن المادة الوراثية بتتنقل اللي هي الكروموسومات بتتنقل من الآباء للأبناء. طيب مين اللي هيخلي مثلا لون عين الأزرق اللي موجود في الأب يظهر في الابن؟ هو الجين المسؤول عن إظهار لون العين الأزرق، هو اللي هيعمل شوية شغل جوه جسمك، هنعرف هيعمل ايه دلوقتي، وهيسبب ظهور صفة لون العين الأزرق عليك، أو مثلا صفة الشعر الناعم. في جين مسؤول عن الشعر الناعم انت ورثته مثلا من جدك. الجين ده هيبدأ يظهر عليك، وهيظهر الصفة الوراثية دي عليك بمجرد مثلا ما تتولد. يبقى الصفات الوراثية اللي مسؤول عن إظهارها هو الجينات، والجينات دي عبارة عن ايه؟ ترتيب من النيوكليوتيدات. يبقى تعريف الجين هو عبارة عن أجزاء من الحمض النووي مسؤولة عن إظهار الصفات الوراثية، وقلنا إن هو بيتكون من إيه؟ من ترتيب من النيوكليوتيدات، والنيوكليوتيدة دي عبارة عن أصغر وحدة بنائية في DNA. وبكده نكون خلصنا جزء الكروموسومات وتركيب الحمض النووي، وندخل بقى دلوقتي على جزء مهم جدا وهو علم الوراثة. العلماء دلوقتي عرفوا إن الخلية دي خلية حقيقيات النواة جواها نواة، والنواة جواها المادة الوراثية اللي هي الكروموسومات، والكروموسومات بتتكون من كروماتيدان متصلان بنقطة في السنترومير، والكروماتيد بيتكون من إيه؟ من DNA ملفوف حول بروتين الهستون، والDNA اللي هو الحمض النووي ده بيتكون من إيه؟ بيتكون من جينات كتير، كل جين مسؤول عن إظهار صفة وراثية معينة. احنا عرفنا ان الخلية بتاعت الكائن الحي دي جواها بتاعت الإنسان بس جواها 46 كروموسوم، منهم 23 ورثهم من مامته و23 ورثهم من بابا. يعني الكائن الحي الإنسان بيرث نصف الكروموسومات من الأب ونصف الكروموسومات من الأم. يعني الكروموسومات المعلومات الوراثيه اللي هو ورثها من بابا دي زي مثلا لون الشعر، لون البشره، الطول، الشعر شكله كيرلي ولا ناعم ولا مجعد، وكذلك بقى بيرث نفس الصفات دي من الام، لون شعرها عامل ازاي، لون عيونها طويله ولا قصيره. كل الصفات الوراثيه اللي في الام والاب بيتجمعوا هما الاثنين ويبقوا موجودين في الفرد الناتج. الفرد الناتج ده بقى هل هو بيظهر عليه الصفتين معا؟ يعني بيبقى عنده عين زرقاء وعين بني، لو بابا عينه زرقاء ومامته عينها بني هل بيبقى عنده عين وعين؟ لا، بيبقى عنده بس لون واحد بس. اللي يخليه ياخد مثلا لون عين من باباه
ويبقى شعره شبه شعر مامته، طويل مثلا زي جده من باباه، تخين مثلا زي جده من مامته، وهكذا. ايه اللي يخليه بقى يعمل الميكس الغريب في الصفات ده؟ ايه السبب؟ ما هو الجين هو المسؤول عن اظهار الصفة الوراثية المعينة. الجين ده بقى بيشتغل ازاي؟ ليه الجين بتاع صفة لون العين الازرق اشتغل خلى الصفة دي تظهر؟ ايه الميكانيزم اللي الجين عمله خلى الصفة دي تظهر؟ هو ده بقى الجزء اللي احنا هنتكلم عليه كمان شوية. آلية عمل الجين ده بيشتغل ازاي، وازاي الجين بيظهر صفة معينة عن الصفات التانية. ليه الصفة دي بالذات اللي الجين اشتغل عليها وخلاها تظهر؟ ليه اللون الأزرق في العين؟ ليه مثلا الشعر المجعد؟ ليه الطول؟ ليه مثلا ورث مرض معين من مامته؟ وهكذا. كل دي صفات وراثية اللي بيظهرها هو الجينات، وعرفنا ان كل جين مسؤول عن صفة وراثية معينة. فالعلماء مش هيفضلوا ساكتين، علشان كده أسسوا علم الوراثة. وأول من أسس علم الوراثة ده هو العالم جويجور مندل. يبقى علم الوراثة ده هو بيهتم بإيه أصلا؟ علم الوراثة ده هو العلم الذي يهتم بدراسة انتقال الصفات الوراثية من الآباء للأبناء. العالم مندل ده فضل دماغه شغالة، يا ترى الصفات الوراثية دي بتنتقل إزاي؟ طب ليه الكائن الحي ده مثلا خد صفة الطول وما خدش صفة القصر، خد صفة ان هو يبقى تخين وما خدش صفة ان هو يبقى رفيع؟ دماغه فضلت شغالة لحد ما أسس علم الوراثة، وهو العلم الذي يهتم بدراسة انتقال الصفات الوراثية من الآباء للأبناء. العالم جويجور مندل بقى كانت الدراسة بتاعته مش على الإنسان، لا كانت على نبات البسلة اللي هو البازلاء. البسلة الخضراء بتاعتنا دي اللي هي في قرون وبيبقى جواها حبوب لونها أخضر، مش بتبقى بس كلها شكل واحد، لا ده انت بتلاقي قرن رفيع، قرن تخين، قرن طويل، قرن قصير، قرن تلاقي مليان حبوب، قرن تلاقي فيه حبيتين، يعني كل دي صفات بتميز نبات البازلاء. علشان كده العالم جويجور مندل ده صمم إن هو يعرف سبب انتقال الصفات الوراثية من الآباء للأبناء، وعمل دراسة على نبات البازلاء لمدة 8 سنين عشان يعرف إزاي الصفات الوراثية دي بتنتقل من الآباء للأبناء. وفضل يلاحظ الجيل ورا جيل في نبات البازلاء ده عشان يعرف ليه النبات ده طلع بقرون مثلا منتفخة والنبات ده طلع بقرون رفيعة مثلا، أو الشكل الظاهري بتاع القرن مجعد والشكل الظاهري بتاع التاني مسطح مثلا. القرون طويلة، لا الجيل اللي بعده مثلا طلعت قرون رفيعة. ايه السبب في اختلاف الصفات الوراثية بين كل جيل وجيل؟ كل دي حاجات لاحظها العالم مندل أثناء دراسته لنبات البازلاء. وفي النهاية توصل إلى إن كل صفة وراثية بيتحكم في ظهورها زوج من العوامل الوراثية، سموها بعد كده الجينات. يعني مش مندل اللي سماها بالجينات، لا هم العلماء اللي جم بعده بقى بعد كده سموها بالجينات. يبقى مندل بعد دراسته لنبات البازلاء توصل إلى إن كل صفة وراثية زي مثلا صفة طول القرن، إن القرن بتاعه بيكون طويل، بيتحكم في ظهور الصفة دي زوج من العوامل الوراثية اللي هي الجينات. يعني الجينات هي اللي بتتحكم إن صفة الطول دي تظهر، أو إن القرن مثلا يطلع قصير، لا الورق بتاعه يطلع أصفر، لا كذا، لا كذا. كل الصفات الوراثية دي اللي بيتحكم في ظهورها هو العوامل الوراثية أو الجينات. يبقى دلوقتي عرفنا معلومة مهمة جدا، ان الجينات هي المسؤولة عن اظهار الصفات الوراثية، وقلنا برضو ان الجين مسؤول عن اظهار صفة وراثية واحدة، وتحته بقى جين تاني مسؤول عن اظهار صفة وراثية مختلفة خالص عن التانية. يعني كل جين مسؤول عن اظهار صفة وراثية واحدة بس. طب يا ترى ايه الآلية بقى اللي الجين ده بيعملها علشان يسبب ظهور الصفات الوراثية دي؟ ما هو اكيد فيه خطوات كتير كده لحد ما الصفة الوراثية دي ظهرت. ايه هي الخطوات دي بقى؟ العالمان بيدل وتاتم بقى توصلوا لفرضية لذيذة قوي، وهي ان جين واحد انزيم واحد. يعني ايه؟ يعني كل جين بيكون انزيم مسؤول عن تكوين انزيم. الانزيم اللي بيكونه الجين ده مسؤول عن حدوث تفاعل كيميائي معين ينتج عنه تكون بروتين. يعني الجين بيكون انزيم، والانزيم بيعمل تفاعل كيميائي معين علشان يكون بروتين. البروتين ده بقى هو اللي بيظهر الصفة الوراثية المعينة اللي الجين مسؤول عنها. يعني هو جين واحد اهو المسؤول عن اظهار الصفة الوراثية دي. اظهرها ازاي؟ بان هو كون انزيم، وانزيم ده عمل ايه؟ عمل تفاعل كيميائي، وبعد كده حصل ايه؟ حصل ان في بروتين اتكون. البروتين ده بقى هو اللي هيسبب ظهور الصفة الوراثية دي. يعني مثلا جين لون العين الازرق،
كون انزيم، الانزيم ده عمل تفاعل كيميائي، التفاعل الكيميائي ده ادى الى تكوين بروتين، البروتين ده بقى هو اللي سبب ظهور لون العين الازرق، وهكذا في باقي الصفات الوراثيه. يبقى العالم بيدل وتالتوم دوم هم اللي عملوا الفرضيه دي، ان جين واحد انزيم واحد، كل جين بيكون انزيم بيحدث تفاعل كيميائي وينتج عن التفاعل الكيميائي ده بروتين هو اللي بيسبب ظهور الصفه الوراثيه دي. ندخل بقى على اخر جزء في درسنا وهو مفهوم الطفرات. الشكل اللي موجود قدامنا ده ايه؟ بالظبط هو شريط الدي ان ايه، شريط مزدوج موجود بين الشريطين كده نيوكليوتيدات. يبقى الشريطين الملفوفين حوالين بعض دول هو شريطين بتوع الدي ان ايه. الشرايط الملونة اللي موجودة في النص دي اسمها ايه؟ اسمها النيوكليوتيدات. ولو خدنا جزء من شريط الدي ان ايه اللي انا عامله عليه بعلامة البنك ده هنسميه الجين، وبرده الجزء اللي تحته اسمه جين واللي تحته اسمه جين. يبقى كل جزء موجود على الدي ان ايه اسمه جين، وكل جين مسؤول عن اظهار صفات وراثيه معينه. وزي ما قلنا بين الشريطين موجود نيوكليوتيدات، وقلنا ان في كل جين مجموعه من النيوكليوتيدات، والنيوكليوتيدات دي ليها ترتيب معين. يعني كل جين فيه مجموعة من النيوكليوتيدات المرتبة بترتيب معين. أنا لو جيت وغيرت في ترتيب النيوكليوتيدات دي هيحصل إيه؟ هيحصل خلل، هيحصل خلل في ترتيب النيوكليوتيدات، فبالتالي هيحصل خلل في الجين. فالجين ده مسؤول عن إيه؟ مسؤول عن إظهار صفة وراثية معينة. لما الجين يحصل فيه خلل، يحصل في الإنزيم خلل، يحصل في البروتين خلل، فبالتالي هيحصل خلل في إظهار الصفات الوراثية. يعني مثلا أنا عندي على اليمين شريط الدي إن إيه، لو بصينا في اول جين هنلاقي ترتيب النيوكليوتيدات مثلا اورنج، اخضر، احمر، بينك. انا لو جيت وغيرت في ترتيب النيوكليوتيدات دي خليت مثلا بينك بعد كده برتقالي، اللي هو اتنقلنا في الجهه الشمال بقى خليتها بينك وبعد كده برتقالي وبعد كده اخضر وبعد كده احمر، انا عملت ايه هنا؟ انا يا دوبك بس غيرت في ترتيب النيوكليوتيدات. يعني انت شايفه ان هي حاجه بسيطه، لكن هي بالعكس هي حاجه كبيره جدا، لان الخلل في ترتيب النيوكليوتيدات ده هيسبب خلل في الجين، والجين ده مسؤول عن إظهار صفة وراثية معينة، فبالتالي الصفة الوراثية دي هتختل. يعني مثلا لو الجين مسؤول عن استقامة العمود الفقري مثلا، فالجين ده حصل فيه خلل، فبالتالي الصفة دي الوراثية اللي هي استقامة العمود الفقري، العمود الفقري بتاع الإنسان مستقيم، الجين حصل فيه خلل لأن النيوكليوتيدات اختل ترتيبها، فبالتالي الصفة الوراثية دي هتختل برضه، فالعمود الفقري مش هيبقى مستقيم، هيبقى عنده اعوجاج. مثلا الجين العضلات، ان العضلات بتاعتك تكون سليمه ما فيهاش اي مشاكل، لو الجين ده حصل فيه خلل العضلات يحصل فيها هي يحصل لها خلل برضو، لان الجين ده مسؤول عن اظهار صفه وراثيه معينه وهي ان العضلات تكون سليمه. الجين حصل فيه خلل فبالتالي العضلات هيحصل فيها خلل وهو يحصل ضمور في العضلات. يبقى ترتيب النيوكليوتيدات ده مهم جدا، لان هو على اساسه بيحدد اذا كانت الصفه الوراثيه اللي هتظهر دي صفه كويسة ولا صفة ضارة. يبقى ترتيب النيوكليوتيدات مهم جدا في ظهور الصفة الوراثية، لأن أي خلل في ترتيب النيوكليوتيدات هيسبب خلل في الجين المسؤول عن إظهار الصفة الوراثية، فالصفة الوراثية نفسها هيبقى فيها خلل. الخلل اللي حصل في الصفة الوراثية دي العلماء سموه طفرة، والطفرة دي ممكن تصادف وتكون مفيدة وممكن تصادف وتكون ضارة، والطفرة دي ممكن البشر يكون ليهم يد فيها وممكن ما يكونش ليهم أي دخل فيها، يعني يكون الطفل مولود كده طبيعي من غير أي تدخل، أو ممكن مثلا العلماء تدخلوا عشان يعملوا طفرة معينة في نبات معين عشان يطوروه، يعني مثلا عشان ينتجوا ليمون بدون بذر أو مانجا من غير بذر، ما هي دي طفرة، لأن الطبيعي إن المانجا يكون فيها بذرة والليمون يكون فيه بذر، ده الطبيعي بتاعه. لكن هم عملوا عليه على الجين المسؤول عن البذر، ان البذر يكون موجود في الثمرة، عملوا تغيير في النيوكليوتيدات اللي موجودة جوه الجين خلى الثمرة دي تطلع من غير بذرة. دي فادتنا في ايه؟ انها الثمرة بقت كبيرة من غير مثلا ما يكون فيها حجم كبير فاضي ما بنستفادش منه، مثلا يكون المانجا كده كلها مانجا على بعضها من غير بذر، مش هنرمي مش عايزين في حاجة تترمي مثلا، بتبقى فيها وفرة شوية في الانتاج مثلا. فهم عملوا تغييرات في النيوكليوتيدات خلى الثمرة تطلع من غير بذر، دي طفرة مفيدة. لكن مثلا ممكن يعملوا مثلا في بعض المناطق الاستوائية أو المناطق الحارة قوي الحيوانات أو الكائنات اللي موجودة فيها عشان يحافظوا عليها ويحافظوا على إنها تفضل عايشة، بيحتاجوا طبعا يحطوها في مكان بارد، يشغلوا لها مكيفات كتير، فالمكيفات دي بتستهلك كهرباء، فعشان يوفروا ده بيعملوا ايه؟ بيعملوا طفرة في الكائنات الحية دي. الطفرة دي بإنهم يطلعوا كائنات حية بس من غير ريش،
يعني مثلا دجاج من غير ريش. شفت دجاج من غير ريش قبل كده؟ الحاجات دي بتبقى موجودة في المناطق الحارة جدا. بيعملوا كده ليه؟ علشان يوفروا في استهلاك الكهرباء اللي بتبقى موجودة في التكييفات. بدل ما يجيبوا تكييفات، لا هم يعملوا الكائنات الحية من غير ريش وخلاص. يعملوا شوية تغيرات في النيوكليوتيدات بتاعة الجين تخلي الكائن الحي ده يطلع من غير ريش. يبقى الطفرات ليها انواع كتير قوي، ممكن تكون مستحدثة او طبيعية او تلقائية. يعني مثلا الطفل ده يعني اتولد بمشكلة بضمور في العضلات مثلا او اعوجاج في العمود الفقري، هو كده طبيعي. يعني هو دي طبيعته من غير اي خلل. الطفرة دي حصلت له من غير اي تدخل بشري. او الطفرة ممكن تكون مستحدثة، يعني البشر ليهم دخل فيها، استخدموا فيها الهندسة الوراثية، زي مثلا أنتجوا ليمون من غير بذر أو مانجا من غير بذر. دي اسمها طفرة مستحدثة. والطفرات ممكن تكون زي ما قلنا ضارة أو مفيدة. الضارة زي مثلا إن الطفل اتولد باعوجاج عمود فقري، دي طفرة ضارة. أو طفرة مفيدة زي إيه؟ إنتاج ثمار بدون بذور، أو مثلا إنتاج كائنات أو طيور من غير ريش، دي كده بتوفر في استهلاك الكهرباء. وهكذا بقى في كل الأنواع. يبقى العلماء من خلال فهمهم لآلية عمل الجين قدروا يكتشفوا حاجات كتير جدا في علم الهندسة الوراثية. قدروا يطوروا نباتات كتير جدا يطلعوا من غير بذور. يبقى كل ده اسمه طفرة. يعني ايه طفرة بقى؟ خلل في ترتيب النيوكليوتيدات اللي موجودة في الجين، وده أدى إلى ايه؟ أدى لحدوث خلل في الصفات الوراثية، خلى الكائن الحي ينتج بطفرة. سواء كانت بقى الطفرة دي مفيدة أو ضارة، ده كله هنعرفه كمان شوية. يبقى المهم دلوقتي إن الطفرات بيحصل فيها خلل في ترتيب النيوكليوتيدات الموجودة جوه الجين. وبما إن كل جين مسؤول عن إظهار صفة وراثية معينة، فأي خلل في الجين هيؤدي لحدوث خلل في إيه؟ في الصفة الوراثية. من أمثلة برضو الطفرات هي المنظر اللي قدامنا ده، إن الفردين الأبوين يكونوا مثلا فئران رمادية. تيجي تبص تلاقي الأفراد الناتجة فئران بيضة. طب يا ترى إيه اللي حصل؟ الأبوين كان لون الفراء بتاعهم لونه رمادي. الجيل الناتج، الفرد الناتج، طلع لونه أبيض. يبقى كده فيه حصل طفرة. طب الطفرة دي جت منين؟ إن الجين المسؤول عن إظهار صفة اللون الرمادي حصل في ترتيب النيوكليوتيدات بتاعته خلل. الخلل ده أدى إلى إن الكائنات الناتجة أو الأفراد الناتجة تظهر بطفرة في اللون الرمادي. بقى اللون الرمادي ده بقى فيه طفرة، حصل فيه طفرة خلته يظهر باللون الأبيض. يبقى كده حصل خلل في الجين المسؤول عن إظهار اللون الرمادي، أدى لإظهاره باللون إيه؟ باللون الأبيض. يبقى دي من أمثلة الطفرات. يبقى الطفرات هي ظهور صفة وراثية لم تكن موجودة من قبل. الصفة الوراثية دي ما كانتش موجودة في الأبوين. يبقى ظهور صفة وراثية في الفرد الناتج اللي هو الابن لم تكن موجودة من قبل. نتيجة ايه؟ نتيجة تغير طبيعة الجين المسؤول عنها، لأن الصفة الوراثية دي مسؤول عنها الجين ده حصل تغير في طبيعته، يعني مثلا في ترتيب النيوكليوتيدات بتاعته. أدى لإيه؟ أدى إلى ظهور صفة وراثية جديدة، زي مثلا لون الفراء الأبيض. لون الفراء الأبيض ده ما كانش موجود في الأبوين، حصل تغير في طبيعة الجين بتاع اللون الفراء الرمادي، أدى لظهور لون جديد خالص ما كانش موجود في الأبوين اللي هو اللون الأبيض. طفرة تانية مثال عليها زي ولادة شخص ب6 أصابع، إنك تلاقي شخص اتولد ب6 أصابع. الأبوين مولودين طبيعي إن الإيد فيها 5، لكن حصل طفرة أدت إلى ظهور صفة جديدة وهي إن الإيد فيها 6 أصابع. أو مثلا استحداث نوع من الأبقار الضخمة، إن مثلا العلماء عايزين يزودوا في الإنتاجية بتاعة اللحوم من الأبقار، فعملوا إيه؟ عملوا تغيير في طبيعة الجين المسؤول عن حجم البقرة، خلوها تبقى ضخمة أكبر، فبالتالي هيطلعوا منها إيه؟ هيطلعوا منها لحوم أكتر. فدي طفرة مستحدثة مفيدة. والعلماء صنفوا الطفرات دي على حسب حاجتين: أول حاجة منشأها، تاني حاجة تأثيرها. يعني إيه منشأها؟ إما تلقائية أو مستحدثة. يعني إيه تأثيرها بقى؟ إما ضارة أو مفيدة. التأثير بتاعها عامل إزاي؟ طب يا ترى الطفرة دي لما حصلت كانت مفيدة للكائن ولا ضارة ليه؟ منشأها هل هي طبيعية كده من عند ربنا ولا حصلت بتدخل بشري مستحدثة؟ يبقى على حسب منشأها قسمناها لنوعين: تلقائية يعني طفرة حدثت بدون تدخل الإنسان، طفل طبيعي زي مثلا طفل ألبينو. طفل ألبينو ده إن الطفل تلاقيه اتولد كده جسمه أبيض، شعره أبيض، كل شعر جسمه أبيض، حتى شعر رموشه وشعر حواجبه كله أبيض في أبيض.
ده اسمه طفل البينو. والطفل بيكبر على هذا الوضع، يكبر برضه تلاقي نفس الوضع، نفس جسمه وشكله، كل حاجه فيه تلاقيها لونها ابيض. الطفره دي طفره تلقائيه بتحصل بدون تدخل الانسان. وممكن الطفل ده اصلا تلاقي مامته ذات بشره سوداء، ممكن تلاقيها بشرتها سوداء جدا، سوداء جدا. فدي يعني دي اسمها طفره، ان مثلا الام تكون بشرتها سوداء، او والطفل يتولد طفل البينو اللي هو بشرته ابيضه، لونها ابيض، وشعره ابيض، وشعر حواجبه، وشعر رموشه، وكل شعر جسمه بيكون باللون الابيض، وتكون بشرته بيضاء. دي طفرة تلقائية تحدث طبيعي بدون تدخل الإنسان. تاني نوع من أنواع الطفرات على حسب المنشأ بتكون طفرة مستحدثة. احنا خدنا الطفرة التلقائية اللي بتحصل بدون تدخل الإنسان زي طفل البينو. طفرة بقى مستحدثة يعني ايه؟ يعني حصلت بتدخل الإنسان، طفرة تحدث نتيجة تدخل الإنسان، زي مثلا ايه؟ إنتاج مثلا ثمرة ليمون بدون بذور، إنتاج ثمرة مانجا من غير بذور، إنتاج دجاج من غير ريش. عشان ايه؟ زي ما قلنا عشان بيوفروا في تكاليف الكهرباء، عشان ما يستخدموش تكييفات بمعنى أصح، لأن في المناطق الحارة بتبقى الجو حر جدا، ممكن الكائنات الحية تموت من شدة الحر. فعشان يوفروا في استهلاك الكهرباء وفي نفس الوقت يحافظوا على حياة الكائنات الحية، بيعملوا ايه؟ بيعملوا طفرة في جيناتهم، بيعملوا طفرة في الجين، بحيث ان الكائنات الافراد الجديدة اللي هتتولد او اللي مثلا هتنتج تكون من غير ريش. يعني مثلا يعملوا طفرة في الدجاج، بحيث ان اي كائن حي، اي دجاجة هتنتج بعد كده تكون من غير ريش. عشان ايه؟ عشان يحافظوا على حياتها في المناطق الحارة، وما يستهلكوش كهرباء نتيجة استخدام ايه؟ التكييفات. او مثلا استخدام انتاج ليمون بدون بذور، دي طفرة مستحدثة برضو بس طفرة مفيدة. يبقى الطفرات على حسب المنشأ اما تلقائية او مستحدثة. طب على حسب التأثير بقى، تأثيرها عامل ازاي؟ بتكون اما مفيدة او ضارة. يعني ايه مفيدة؟ يعني بتفيد الكائن الحي اللي الطفرة حصلت فيه، وضارة برضو للكائن الحي اللي حصلت فيه. مفيدة ممكن تكون مستحدثة أو تلقائية، يعني ممكن الكائن اتولد بطفرة مفيدة من غير تدخل بشري، أو الكائن ده يعني حصل له طفرة من غير أي تدخل، هو اتولد كده طبيعي كده، طفرة ربانية كده، اسمها طفرة مفيدة تلقائية زي البشرة البيضاء. يعني مثلا يكون الكائن الحي ده كل عيلته ذات بشرة سوداء، هو الوحيد اللي بشرته ايه؟ بشرة بيضاء، يبقى دي طفرة. بس طفرة ايه؟ طفرة تلقائية مفيدة حصل بدون تدخل بشري ومفيدة للكائن الحي ده. لكن هي ممكن تكون مفيدة مستحدثة، يعني حصل بتدخل بشري، زي ايه؟ زي انتاج ثمار الليمون او المانجا من غير بذور، دي طفرة مستحدثة البشر هم اللي عملوها، بس هي طفرة مفيدة في نفس الوقت. ممكن تكون الطفرة دي طفرة ضارة، زي الطفرة الضارة دي زي ضمور العضلات أو اعوجاج العمود الفقري، إن الطفل يتولد بعمود فقري معوج، دي طفرة. يبقى إما طفرة مفيدة أو طفرة ضارة على حسب إيه؟ على حسب التأثير. بيقولك بقى انت لو شفت قبل كده بطيخ على شكل مربع او مستطيل هتقول يا مس كده حصل في البطيخ ده طفرة في الجين بتاعه؟ هقولك لأ، هما ما جوش يم الجين ولا غيروا في ترتيب النيوكليتيدات خالص. كل اللي هما عملوه ان هما جم للبطيخ وهو لسه صغير خالص بيبي كده، قاموا جايين حاطينه في صندوق مربع او صندوق مستطيل او اي شكل هما عايزين البطيخه تطلع بشكله. البطيخه لما تكبر وتلامس الحروف بتاعه الشكل هتبدا تاخد الشكل الخارجي بتاعها على حسب الاناء اللي هي اتحطت فيه. فهو هنا ما لمس خالص ولا جه يم الجينات، هو بس عمل ايه؟ حط الثمره في قلب العلبه اللي عاوز تاخد شكلها وبس كده. وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد وعلشان الثواب يوصل لنا كلنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.